بسم الله الرحمن الرحيم. انا جاي مع مجموعه من اهلي من دايرتي، دايره بكرنس. كان واحد نصب عليهم في شؤون القمح بحوالي 12 مليون جنيه، فجايين نقابل معالي الوزير المحافظ، وفعلا مشكورا استنانا وقابلناه مع الاهالي وعرضنا عليه مشكلتنا، واتصلوا بالمحامي العام عشان ياخدوا اجراء ضد الجاني عليهم. وبعد ما خلصنا الكلام مع المحافظ ومشي، وزلنا البوابه هنا جه مجموعه من البلطجيه بقياده المزعوم وسام، ودي مش اول مره. هو هذا الشخص معروف لدى الامن جيدا، ودايما اللي بيقف هنا. وكان ماشي مع احمد بيه طاهر بيتكلم معاه، اللي هو مدير مكتب السيد المحافظ، ماشي معاه هنا. بعد شويه جم اعتدى عليا، بيقول انت جاي هنا ليه وبتعمل ايه ومالك؟ وجا بعد شويه دخل على عربيه زي ما انت شايف كده، عربيه بيشوها، وجم بالسيوف ضربوني على دراعي ورجلي وعلى دماغي. شو ما دكتور يقول لي اجري، اقول له انا يمكن نجري، انت تجري مهما يكون معاك سلاح عمرك ما هتبقى راجل بالسيف. فهو بيقول لي اجري، قلت له يمكن اجري، انت تجري، انت معاك سيف ومعاك شوم، لكن انت تجري، انا اجري عمري ما اجري. انا اجري، اللي يجري ده اللي خايف، اللي مصاحب قضيه. في مرحله احنا، وانا بقول مرحلتنا بعد الثوره، الناس اللي دايما بتزايد وبتتاجر بمشاكل ودماء الشعب المصري هم ما زالوا موجودين بيتاجروا. هم حزانه ويشعروا بالهزيمه كلما تقدم الشعب المصري خطوه للامام نحو تحقيق اهداف ثوره 25 يناير. واحنا مهما حصل احنا لنا رساله واضحه، لنا تحقيق اهداف الشعب المصري، اهداف ثوره 25 يناير، هدف لا يمكن ان احنا نتنازل عنه او نتغاضى عنه مهما كان الثمن. احنا لما وقفنا ده من قبل الثوره، هذا الموقف نحن نعرف تكاليفه ونعرف اعدائه، وسنستمر مهما حدث. هذا نوع يعني ده مصر كبيره ومصر غاليه علينا، ولابد ان احنا نضحي بكل ما نملك، ولن نستطيع هؤلاء ان يجعلونا ان احنا نتشكك في اهدافنا ولا نتشكك في ثورتنا مستمره. هنستمر وهننجح وهنأدي رسالتنا على اكمل وجه ان شاء الله. صور العربيتين التانيين اللي مكسرين العربيه دي وبعدين هات السقف والشنطه. ايوه، ان الناس دي لها اعداء، الحريه والعداله دول، لان احنا اول مره نيجي هنا. احنا كنا بنقول ده افلام مفبركه كده بيعملوها. احنا جايين للدكتور عماد وجبنا للمحافظ المشكله. انا راجل تاجر حبوب، وجماعه امناء شون، 3 امناء شون من الشرقيه، بنك ولاد صقر، الاستاذ احمد متولي، الاستاذ عطيه، والاستاذ جمال، اجوا اتفقوا معانا ياخدوا مننا الغله وما جابوش لنا الفلوس لحد النهارده. وعندهم دلوقتي لنا 10 مليون ونص ونصبوا علينا. والاستاذ احمد واخد اجازه حاليا من البنك وصفى شنطه وبيقول مسافر. واحنا جايين النهارده بنطلب بنستغيث في اي حد يوقف الناس من السفر، وبنستغيث عايزين فلوس الفلاحين. بنستغيث بالرئيس محمد مرسي نفسه. فاحنا جايين مالناش يا عم محمد مرسي نفسه، بس امناء الشرطه اللي عندهم عجز، احنا جايين ومتبلغ عنهم الكسب في المشروع. سارقيننا في 10 مليون ونص. هم متبلغين الكسب. خلاص يا